صباح الفل يا مساء الفل. زي ما بتشوفيني النهارده هعمل اكله تحفه قوي سهله جدا في حله واحده. كبسه الجمبري خطيره، هتعجبك جدا وهتاخدي طعم تحفه. جمبري حلو قوي مستوي، روعه. جربيها وعلى ضمانتي هتعجبك ان شاء الله، مش تاخد منك وقت خالص خالص. كله في حله واحده وهتنفعك في وقت الازمات، وقت شغل، جايه مستعجله عايزه تخلصي اكل الولاد جعانين، هتفيدك قوي. هنبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كيلو الا ربع جمبري، انا مقشراه ومنضفاه، شايله سلسله الرمل او سلسله الظهر، وفتحيها وشايلاها ومخليها زي الفل، وانا مخلياه سليم زي ما هو، انا ما قطعتهوش. عايزه تقطعيه براحتك بس انا خليته سليم. عندي معلقه كبيره توم مفروم، عندي 3 بصلات خضر او بصل اخضر، وعندي التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وكمون وتوم باودر وكركم وكاري اهو زي ما انت شايفه كده، وحاطه كمان زعتر ناشف. كل حاجة معلقة صغيرة من كل التوابل. وعندي دلوقتي فلفل الألوان، عايز تحطي أحمر أخضر أصفر زي ما تحبي طبعا. والرز البسمتي النقعاه لمدة ساعة. ونبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حلة على النار وفيها زيت اهو، بيسخن الزيت هنزل على طول بالبصل الأخضر. بتعمليها بالبصل الأخضر هتاخدي طعم وريحة تحفة. أول ما البصل ينزل تشمي ريحته خطير بصراحة، ريحته كانت روعة روعة روعة. قطعته اهو هيتبل معايا عادي. عايز تعمليها وتستبدلي الوصفة بالبصل العادي بتاعنا اوكي مفيش مشكلة، بس ده جربيها بالبصل الاخضر حلو قوي. بعدين هنزل عليها على طول، بصي دبلت اهي تشمي الريحة خطيرة. هنزل عليها طبعا بالثوم زي ما انت شايفة كده اهو. الثوم برضو ياخد ريحة معايا ويدبل مع البصلايه. عايزه اقولك يا ريتك كنتي واقفه معايا في المطبخ تشمي بس الريحه، وانا لسه ما حطيتش اي توابل، ما حطيتش اي حاجه. هنزل طبعا بالفلفل بتاعي، معلش البخار ايوه اهو زي ما انت شايفه كده. عايزه بقى تحطي احمر تحطي اصفر، انا اكتفيت بصراحه باللي عندي اللي هو البرتقاني دوت، نص واحده. عايز تحطي احمر اخضر اصفر مع بعض ما فيش مشكله. ونزلت طبعا بالتوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وكمون وزعتر وكزبره ناشفه ومعلقه توم باودر وكركم وكاري، كله ينزل يتشوح مع البصل والثوم والفلفل وتشمي احلى ريحه اهو زي ما انت شايفه كده خطير. بعدين هننزل طبعا بالجمبري مغسول ونضيفه زي الفل اهو. وطبعا هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها. انا مش هسوي الجمبري قوي عشان هنزل عليه بعد كده بالرز. بصي اللون هيبقى تحفه. طبعا اللون الاصفر دوت من الكركم خطير، واحنا عارفين طبعا فوائد الكركم ايه الصحيه. هي نص معلقه من كل حاجه او معلقه صغيره اهو. بصي استوى بقى زي الفل ازاي اهو. انا ولا زودت له ميه ولا اي حاجه، هو نزل الميه بتاعته اهي زي ما انت شايفه، ومش هتك عليه في السوا. هنزل على طول بالرز بتاعي، الرز بسمتي منقوع لمده ساعه اهو بس كده. هزود بعد كده الميه المغليه بتاعتي وهسيبه يستوي. مفيش اسهل ولا اسرع من كده، وسهله قوي، وعلى طول هيستوي. مفيش ربع ساعة واقل كمان من ربع ساعة وهتلاقي الوصفة خلصت والولاد تاكل وهتتبسط. ادي نزلت بالمية، شايفة اللون التحفة الاصفر الحلو ده الكهرمان بصراحة اهو بس كده. هغطي عليه لغاية لما الرز يتشرب، وبعد كده هوريكي شكله عامل ازاي اهو. بصي بقى بعد ما استوى خطير، عايزه اقولك ريحه ولا اروع. بصي مفلفل ازاي روعه،
والله ريحة تحفة. جربي الوصفة خطير. بصي الرز ولا معجن ولا حاجة، والجمبري اهو الواحدة بوحدتها. عشان كده بقولك هو كاش طبعا، فانتي تعملي الواحدة كاملة او تقطعيها برضو براحتك. برضو انا عملتها كاملة. بصي مفرفر ازاي الرز، روعة روعة. جربي الوصفة. انا قدمتها مع سلطة خضراء عادية خالص بالبصل والطماطم والفلفل والجرجير، حطيت لها جرجير طبعا اهي وخيار. جربي الوصفة ان شاء الله تعجبك. و ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناة بتاعتي، وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة